كان الارتباط مختلف كتير قوي عن ارتباط الايام دي. دلوقتي بقى ممكن اي ولد وبنت يرتبطوا ببعض عن طريق الفيسبوك، لا وكمان ممكن علاقتهم تنجح ويتجوزوا كمان. تعالوا معانا نسأل الولاد والبنات ونقول لهم عمركم جربتوا انكم ترتبطوا ببعض عن طريق الفيسبوك؟ يلا بينا. مع احترامي طبعا لاي بنت، لازم اعرف الاول اخلاقياتها، اهلها، مواصفاتها، اسرتها، اهلها، عائلتها، تربيه، اخلاق، كل الكلام ده. مش معنى انا خلاص دخلت على الفيس وكلمتها وما في بيني وما بينها موده، لا كده خلاص يلا بينا. انا مش مقتنع بفكره ان حد يرتبط بحد من غير ما يشوفه اصلا يعني، او يكون في بينه وبينه رياكشن او اي تفاعل يعني. ازاي يعني مجرد صوره انك انت ترتبطي بيها على الفيس؟ لا ده حاجه خطأ جدا، عشان في الاخر بيطلع ولد. عشان حرام. علشان كذا سبب. اول حاجه انا اصلا مش مقتنعه بالعلاقات دي، يعني انت حتى لو انت بتصاحبي بنوته فانت بتبقيش مقتنعه بصحوبيتك ليها غير لما بتقابليها وبتبقوا يعني ما بتبقاش بالنسبه لك صاحبه حقيقيه. البنات هناك ما بيبقى سهله تتجاب، بس انا ما بحبش لما اتجوز من بلدي حتتي احسن.